الو، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. ايه رايكم بقى نعمل شويه بسكوت كده، حاجه عظمه. نجهز لاحلى روتين فطار اول يوم العيد، وكوبايه شاي بلبن كده، حاجه متينه، ونعمل احلى عمليه سقسقه. مفيش بعد كده. بسرعه بسرعه نعمل بسكوت العيد مع بعض بمقادير بسيطه. هقول لكم يا بنات كل الاسرار والتكات اللي تخليكي محترفه في البسكوت. استحالة يفشل منك. اقول لك على كل الحاجات اللي لو قابلتك وفيها مشكلة تقدري ازاي تحليها وتتفاديها ويبقى معاكي احلى بسكوت. هنتكلم كمان مع بعض على طرق التسوية وعلى كل الحاجات اللي تخلي البسكوتة معاكي توصلي انها تبقى هشة كده ومفرغة من جوه، وكمان مقرمشة ودايبة كده مع نفسها، مش قرمشة مش معضمة. هنوصل لكل الاسرار اللي تخلي معاكي بسكوتة مفيش بعد كده. بسرعة بسرعة نسمي بسم الله، ولايك وكومنت جميل عشان نرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ممكن إن شاء الله. أول حاجة يا بنات وأول تركة في بسكوت العيد أو في بسكوت السمن، إن السمن نحطها في التلاجة. يعني نطلع نوزن مقدار السمن اللي هنستخدمه معانا للبسكوت ونحطه في التلاجة، ياخد بارده كده، تبقى سمنه معانا بارده، ونطلعها نشتغل بيها على طول. قد ايه سمنه بارده؟ 300 جرام سمنه بارده. 300 جرام سمن من التلاجة. تمام. 300 جرام سمن من التلاجة عليهم بالظبط 350 جرام سكر بودر نكون ناخلينه كويس. تمام. هنبدا بقى في الوقت ده نهيشهم في العجان او في مضرب البيض او حتى مضرب يدوي. السهل ليكي والمتاح عندك اعمليه، مفيش اي مشكله. ما عندكيش حتى مضرب يدوي، براحة ايدك كده بكف ايدك وفي قلب بولة او طبق، وتبدأي كده بسم الله، تبدأي تهيشيها بايدك عادي جدا، ما بياخدش اي وقت. تمام. هو هياخد بصراحة وقت زيادة شوية عما يكون عندك مضرب بيض او حاجة، بس هنقضي الغرض وهتاخدي معايا منك احلى بسكوت. هنلاحظ بعد كده واحنا بنشتغل، بصوا خليط السمنة والسكر بدأ لونه يغير، ان يفتح شوية شوية وتبدأ ان هو يهيش. تمام. هيبقى خفيف معانا كده قوام الكريمة. هنا خدتوا بالكم دلوقتي بدأ يهيش اكتر، بدأ يعلى اكتر، يحصل فيه فوليوم معانا. تمام. وبدأ يبقى قوامها خفيف كده كريمي شوية. السكر البودر يا بنات لازم ننخله كويس جدا قبل ما نضيفه على السمنه الساقعه، عشان اوقات بيبقى فيها بعض الكلكعات البسيطه كده. ما تبقى احنا عايزين، بصوا احنا عايزين ناخد قوام كده يكون كريمي وناعم، فمش عايزين فيه اي تكتلات بسيطه خالص. هنا انا خلاص خليط السمنه الساقعه من التلاجة والسكر البودر منخول كده تمام جدا، خفقناهم لحد ما وصلنا لقوام كريمي جدا. كده معانا تاني حاجه اللي هي البيض. شوفوا يا بنات، البيض من اهم الحاجات اللي عايزه اقول لكم عليها. البيض مش بالعدد، البيض معايا بالوزن. هوزن البيض بقشره. هاخد قد ايه المقدار؟ كيلو دقيق هاخد وزن 270 جرام بالقشر. يعني انا هحط الميزان وهحط فوقه البيض لحد ما اوصل ل 270 جرام من البيض. طيب انا دلوقتي 270 جرام، الخمس بيضات دول جه اكتر من 270 عادي جدا. هحط بيضه بيضه وهقول لكم حالا هنعمل ايه. هنكسر الاول اول بيضه ونحطها في الخليط ونضرب بالمضرب اليدوي او المضرب اللي معانا عموما لحد ما نبدا انها تختفي. مجرد ما تختفي بنبدا نزود البيضه اللي بعدها. هنا يا بنات معايا بقى البيضه الاخيره. هعمل فيها ايه البيضه الاخيره؟ هكسرها واحطها في طبق. تمام. وهربها بشوكه كويس جدا جدا، وهبدا ان انا اضيف نص البيضه تقريبا. يعني بصوا الدنيا بتبقى معانا شويه دقيقه لحد ما نشوف نوع الدقيق. لو انت ضامنه النوع الدقيق هو ده اللي بتعملي بيه كل سنه النواعم، يعني مثلا مثال دقيق الفرات بسم الله ما شاء الله، ولا الهفوه، يعني مقدارك حطي المقادير على بعضها خلاص. لكن في نوع اوقات دقيق بيبقى محتاج ان هو يشرب سوائل زياده سيكه، ففي الحاله دي هبدا ان انا اضيف بقيه نص البيضه اللي معايا. تمام. اخدتوا بالكم؟ طبعا كمان حطينا بيض بسرعه بنحط فانيليا. انا هنا حطيت بصوا نص مقدار البيضه الاخيره. تمام. يعني انا كده استخدمت حالا في مقدار البسكوت 4 بيضات ونص. وكمان معانا من ضمن المقادير 50 جرام من الزيت، ببدا انزل عليها ببطء كده بسيط، يعني ايد بتنزل كده سرسوب كاني بعمل مايونيز، سرسوب زيت بسيط، وبضرب بالايد التانيه بالمضرب. تمام. كده احنا خلطنا مع بعض السكر البودر مع السمنه البارده اللي طالعه من التلاجة، وكمان مقدار البيض، و50 جرام من الزيت. حالا بصوا دي معايا كوبايه يا بنات من جوز الهند، بالظبط 110 جرام جوز هند. جوز الهند تقدري لو انت حابه ريحه الجوز الهند تبقى طالعه وظاهره معاكي في البسكوته تقدري تطحنيها وتخليها ناعمه. حابه طعم الجوز الهند يبقى ظاهر معاكي حلو كده وانت بتاكلي البسكوته وظاهر، يبقى سيبيه زي ما هو عادي خشن. تمام. وبعد كده بضيف كيلو الدقيق اللي ضفنا عليه
1 بيكنج باودر، باكو بيكنج باودر. تمام. وببدأ بقى في الوقت ده خلاص المضرب يتركن على جنب، وببدأ ان انا اقلب بايدي او بالسباتولا. البسكوت يا بنات ما بيتعجنش خالص، زيه زي ما عملنا مع بعض الكحك. ببدأ ان انا بقلب كده لحد ما الخليط يتجانس ويلم مع بعضه، وخلاص على كده. مجرد ما بتخدمي البسكوتة او تعجني البسكوتة، خلاص البسكوتة في الوقت ده تعضم منك، مهما عملتي بتبقى معضمة. تمام. معضمه يا بنات يعني قاسيه كده وناشفه بعد التسويه، تحسي انها حاجه ناشفه مش مقرمشه كده وهشه ودايبه وجميله. عشان كده بقول لكم دي من اهم التركات اللي تخلينا نتفادى ان احنا ما ناخدش بسكوته معضمه، ان احنا ما نعجنش العجينه. مجرد ما هيشنا السمنه والسكر والبيض، ببدا ان انا خلاص بالباقي ببدا ان انا بايدي كده وبقلب. من ضمن المكونات معانا كمان ربع كوبايه من اللبن، يعني كل مقدار البسكوت كيلو من الدقيق له 300 جرام سمنه بارده من التلاجة، 50 جرام زيت، 350 سكر بودر، 110 جرام جوز هند، 1 بيكنج باودر، باكو يعني يا بنات بيكنج باودر، 4 بيض او بالادق، وزن 270 جرام بيض بالقشر. تمام. ربع كوبايه من اللبن، وكمان فانيليا. لو حابين يا بنات في الوقت ده تزودوا او تطعموا بسكوت برتقان، او حابين تعملوا بسكوت برتقان، نفس المقادير بالظبط، بس هنزود بشر برتقان ناعم. تمام. وبدل اللبن هنحط ربع كوبايه من عصير البرتقان، وهنزود كمان معانا نقطه صغنطوطه كده من ريحه البرتقان او اسانس البرتقان، عشان تطعم الريحه شويه او تظهر الريحه شويه، مش اكتر من كده. الدقيق يا بنات طبعا لازم يكون نخلينه كويس جدا علشان الهشاشة وتخلي البسكوتة معانا هشة. لاختلاف انواع الدقيق او لاختبار العجينه يا بنات اشوف البسكوته دي محتاجه سوائل او لا، فورا بغسل ايدي وبعدين برجع تاني. المقدار غسل الايد ده هتدي فرصه للعجينه ترتاح سيكه، واكور كده بسكوته صغنونه بين ايديا واشوفها عملت تشققات معايا، يبقى انا هزود مقدار حاجه بسيطه كده، معلقتين 3 كمان من اللبن او نص البيضه اللي كنا سيبناها. الدنيا تمام مظبوطه، يبقى خلاص انا هنا لقيتها معايا محتاجه يعني نقطه صغننه كده كمان من اللبن، فحطيتها لها. تمام. ليه كده؟ علشان خاطر اتفادى ان البسكوته بتاعتي تبقى ناشفه وعايزاها تبقى ناعمه كده وجميله. بس كده خلاص، انا واثقه ان العجينه في الوقت ده تمام جدا. بصوا ما شاء الله طريه ملبن جدا، ما فيهاش اي حاجه تاني، لا مشققه ولا اي حاجه. ببدا بقى حالا اغطي العجينه على جنب، وابدا على طول اجهز المكنه بتاعتي واجهز الصاجان. اول صاج يا بنات ندخله الفرن، مش محتاج ابدا ان احنا ندهنه اي ماده دهنيه. ممكن في الصاج التاني ندهن شويه كده من الزيت بالفرشه، وبدي بس مسحه بفرشه من الزيت للصاج تاني مره للتسويه. دي الامواس يا بنات، تقدروا تستخدموا اي شكل انتوا حابينه، دي الرسمه اللي انا بحبها جدا الحقيقه لبسكوت السمنه. تمام. ببدا بجهز بقى المكنه معايا، وابدا العجينه اديها كويرات كده تدخل في العين بتاع المفرمه او بتاع مكنه البسكوت، وبضغط كويس جدا على عجينه البسكوت. نص شغل البسكوته في الضغطه بتاعتها، تضغطي بسكوته على المفرمه كويس تطلع لك بسكوته كده محمله ومليانه وجميله، مش رقيقه. فاهمين قصدي؟ ببدا انا لو انا بشتغل مع نفسي كده زي دلوقتي، ببدا ان انا اشغل وادي احط جنبي، وبعد كده اقطع بسرعه بالسباتولا او بالسكرابر، وابدا ان انا احط البسكوتات جنب بعضها في الصاج. تمام. الضغط يا بنات نضغط على المكنه كويس جدا علشان تنزل بسكوته محمله زي ما قلت لكم، وتطلع معاكم بسكوته كويسه قوي. تمام. ونبدا نرص، شايفين شكلها ازاي؟ كله متناسق وقد بعضه عشان ياخد معانا تسويه وشكل واحد. بسم الله ما شاء الله، بسكوت مفيش بعد كده. استحاله بكل التكات اللي قلتها معاكم في الفيديو البسكوته تفشل منك او يطلع فيها اي دروب كده او كده. بسكوت المكنه من اهم واجمل انواع البسكوتات، يعني سهل جدا في شغله، ما بياخدش معاكم وقت خالص. في الوقت ده يا بنات بكون مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. تمام. انا هنا خلصت البسكوت، شكله تحفه اللهم بارك، شكله لطيف قوي. حطوا بقى لايك لو بتشوفونا لحد هنا، عشان ان شاء الله الفيديو يرفع ويوصل لاكبر عدد ممكن. متشكره جدا الحقيقه يا بنات على كل تفاعلكم الجميل وكومنتاتكم الحلوه على فيديو الكحك اللي فات، حقيقي حاجه فرحتني جدا.
تعالوا نتكلم شويه يا بنات عن التسويه. التسويه من اهم الحاجات برضو للبسكوته. انا داخل البسكوت على درجه حراره 200، اول 5 دقايق بس على درجه حراره 200. بعد كده ببدا اهدي الحراره على 180 او على 170 حسب درجه حراره فرنك. بعد الاول 5 دقايق هتلاقي البسكوته معايا شمعت كده ولونها يعني فتح شويه وبدات انها تكبر سيكه صغننه. تمام. بعد اول 5 دقايق ببدا اهدي درجه حراره الفرن ل 180 او 170 عشان البسكوته تكون مستويه من قلبها من جوه. وفي الوقت ده ببدا ان انا اضير الصاج كل شويه يمين وشمال علشان ياخد تسويه من كل الجوانب. كل مده تسويه البسكوت 17 ل 20 دقيقه، يعني بنوصل لحد حوالي 15 دقيقه كده. وببدا ان انا اشغل الشوايه عشان البسكوت ياخد معايا لون ويكون كله لون واحد. كده تاخدي بسكوته ما شاء الله محمله وجميله وكلها لون اشقر كده ذهبي جميل، مفيش بعد كده. ريحه جوز الهند وريحه السمنه ظاهره جدا، والحقيقه الريحه مفيش بعد كده. الحقيقه انا بعتذر عن صوتي لو كان مش احسن حاجه الفيديو ده، بس عندي دور برد كده على السريع. بس ما حبيتش ابدا ااخر عليكم فيديو البسكوت لان حقيقي بصراحه تحفه. خساره ان ما تجربوش وخساره ان ما تشوفوش الطريقه اللي عملتي بيها البسكوت. حقيقي حاجه مشرفه جدا. لو انت اول مره حتى تخشي المطبخ هتقدري تعمليه وهيبقى معاكي بمنتهى السهوله. قولولي بقى في الكومنتات بتحبوا البسكوته تكون سواها مقرمش كده واشقر ولا متحمره سيكه. انا من الناس اللي بحبها الحقيقه متحمره سيكه، بتبقى طعمها كده جميل قوي. وبكده خلاص اكون خلصت معاكم فيديو البسكوت. حقيقي من امتع واحسن الحاجات بتاعت العيد. نواعم العيد كلها لذيذه وممتعه، لكن البسكوت من الحاجات اللي ليها كده معزه خاصه في قلبي. البسكوت له انواع كتير لكن اخترته حبيت ان اديكم النهارده مقادير البسكوت اللي تبقى سهله ولذيذه ومتعارف عليها كده، وان شاء الله تبقى موجوده عندكم في كل بيت مكنه بسكوت تقدروا تعملوها بكل سهوله. منتظره كومنتاتكم الجميله واستفساراتكم، منتظره اي استفسار لو هنا في الكومنتس على اليوتيوب او على فيسبوك. ان شاء الله يكون فيديو خفيف عليكم. لايك وشير وكومنت جميل. باي باي.